التسلح بكثرة الدعاء بالتوفيق والسداد، التسلح بكثرة الدعاء وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل في كل أحوالك أيها الداعية، وأن تستشعر دائما أنك مفتقر إلى الله عز وجل في كل سكناتك وحركاتك وأوائلك وأواخرك وجميع أمورك. إياك أن ينقدح في قلبك يوم من الأيام أنك مستغني عن الله في شيء لقدرتك عليه. انتبه، حتى الأمور اللي قادر عليها استعن فيها بالله، حتى رفع هالمنديل ورميه في الزبالة أنا قادر عليه، وش لها استعين؟ لا، استعن بالله عز وجل، استعن بالله عز وجل، وأظهر الافتقار الدائم إلى الله عز وجل. فالدعاء هو العبادة وهو سلاح المؤمن. يا مسلم، كيف ملك سليمان الدنيا بأسرها إلا بالدعاء؟ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الدعاء جاب لها ملك الدنيا كلها، سخر لها الريح، دعاء. كيف حصلت النبوة في ذرية إبراهيم؟ بالدعاء. كيف حصلت النبوة ليحيى لما دعا أبوه زكريا؟ يا رجل، الدعاء جاب النبوة وجاب الملك. لا تستسهل بالدعاء أبدا. ادعو الله عز وجل أن يفقهك، أن يعلمك دائم. أطل السجود، شو له العجلة في رفع رأسك من السجود؟ أطل السجود. اللهم علمني، اللهم اشرح صدري للعلم، اللهم وفقني في دعوتي، اللهم اجعلني من عبادك المخلصين وحزبك المفلحين، اللهم اجعلني من الدعاة الصادقين. أكثر من الدعاء، افتقر إلى الله عز وجل في كل لحظاتك وسكناتك. لا يعلمن الله عز وجل من قلبك يوم من الأيام أنك مستغني من الدعاء. يا رجل، الدعاء ينقل الجبال ويذلل الصعاب ويكسر السلاسل ويهتك القيود، ولا يقف أمام الدعاء شيء أبدا. أعظم سلاح يتسلح به المؤمن الدعاء. الأعداء يهلكون بالدعاء، الشياطين تفر بالدعاء، كل شيء بالدعاء. وسبحان الله، وهي مجرد كليمات خفيفة يقولها الإنسان فيما بينه وبين نفسه، ثم تسخر له أسباب السماوات والأرض بدعوات بسيطة، ما يحتاج لا جهر ولا رفع صوت، سلاح بسيط وسهل، ولا تكلف نفسك وتقول ربي لا، ربي نجني من هذا العدو، ربي احفظني من هذا الملك، ربي احفظني من هذه، يا ربي كل أسباب الكون تسخر لك إذا استجاب الله عز وجل دعائك.